ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين وتسلم جوائز الكتاتب القرآنية بأصنافها الثلاثة السادة محمد شاكر من مدينة ورزازات على منهجية التلقين، ومحمد بوليس من مدينة العرائش على المردودية، ومحمد الزعنوني من مدينة سيزنيت على التسيير، ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين وتسلم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل الفائزان بصنفيها السيدان يوسف الناجي من مدينة المحمدية الفائز بالجائزة التقديرية، ومحمد الهدار من مدينة الناظور الفائز بالجائزة التكريمية. الله يبارك عم سيدي. هكذا إذن ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، الصرح الحضاري الشاهق المشيد على أرض التسامح والتعايش، أرض ملتقى الحضارات، المعلمة الروحية المتفردة التي تجلي غنى الحضارة المغربية العريقة وتراثها المعماري الأصيل. بهذه الرحاب العطرة التي تظللها السكينة أدى أمير المؤمنين وجموع المصلين صلاتي العشاء والتراويح وسط أجواء ملؤها التجرد لعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، والاجتهاد من أجل الفوز بالجائزة الكبرى التي أعدها الله للصائمين والقائمين والركع السجود الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وشرح للإيمان صدورهم وأنار بنور الإيمان قلوبهم. أمير المؤمنين يحيي هذه الليلة مع جموع المؤمنين في بيت من بيوت الله تحت ظلال الرحمة وجمال السكينة وأنوار الملائكة، هذه الليلة التي تحمل إلى المسلمين نور السماء ونسيم النبوة وصفاء ملائكة الرحمن، وهي الليلة التي على قدرها وزاد شرفها وفضلها على 1000 شهر. دأب أمير المؤمنين حفظه الله على إحياء هذه الليلة المباركة. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.